انت من المحبين التغسيل والتعليم السشوار، تابع معي الفيديو. لحماية شعرك من حرارة السشوار أنصحك باستخدام المنتج ريدست. ناخد مشط السشوار ونبدأ ناخد قسم من الشعر وننزله للأسفل. لازم يكون ايدنا متناسقة بالمشط وبالسشوار، ونبدأ نسحب الشعر للطرف. ناخد الشعر كله على اتجاه واحد. بعد ما خلصنا تجفيف الشعر والسشوار كله، نبدأ نستخدم كريم أوسس. راح أعرض لكم كل المنتجات على الشاشة. ناخد شي بسيط من الكريم وندهن الشعر كله. بعد ما دهنا الكريم على كل الشعر، بنبدأ ناخد مشط عريض أو مشط مدور كبير، ونبدأ نجلس الشعر ونرتبه. بعد ما ندهن الكريم ونبدأ نسرح الشعر مثل ما بدنا. بتجلس الشعر بيصير لين معنا، ونبلش نثبت جذور الشعر بالسبراي، فقط الجذور. بعد ما نثبت الجذور، بنبدأ ناخد قسم أعلى، ناخد قسم بسيط بنسرحه، بناخده فقط بالمشط المدور ونسحب الشعر هيك بس، فقط تجليس للشعر. نبدأ نرش السبراي على جميع الشعر، وهيك نسحب بإيده مشان يصير طبقة واحدة، مشان نبدأ لما نغسل يكون طبقة واحدة للشعر. بعدها نرش السبراي بشكل منيح. ناخد خصل من الشعر ونسحبه للأعلى بشكل بسيط. ناخد فقط جزء بسيط من المشط ونسحب الشعر فيه، وهيك نكون خلصنا. ولا تنسوا تحطوا لنا لايك ومتابعة.